كلها ايام وهنبقى في 2026، وطبعا عايزين نشوف بقى هنعمل ايه علشان السنة الجديدة، او ازاي هنتغير ونطور فعلا من نفسنا ومن حياتنا. طبعا مش كل الناس بتبقى في دماغها اصلا الموضوع ده، يعني في كتير جدا سنة ورا سنة ورا سنة بتعدي ولا كأن في اي حاجة. قصدي يعني ان هو بيفضل على نفس المنوال في حياته، بيعمل نفس الحاجات، مش في دماغه ان هو يتطور او فعلا يغير من شخصيته ويغير من حياته للأحسن. لان انا شايفه ان مش كل الناس بتبقى عايزه تتغير او تتطور. حتى انت مثلا ممكن تكون بينك وبين صحابك بتلاقي في ناس عادي اللي هو بيفضلوا زي ما هما. تيجي مثلا انت عندك طموح او عندك احلام تيجي تتكلم فيها، الناس اللي هو عارفين انتوا لما تبقى ناس، معلش بقى ساعات كده الواحد بيبقى قاعد مع ناس تافهه، تحس ان هما تافهين، اللي هو إيه يا ابني ما خليك زي ما انت، هو انت اللي هتغير العالم، هو انت اللي مش عارفه ايه. لا، هو احنا مش بنقول ان احنا هنغير العالم، احنا عايزين نشتغل على نفسنا ونطور من نفسنا، مش عايزين نغير العالم ولا حاجه. وعشان نغير العالم ما لازم كلنا نتغير، فاهمين قصدي؟ المهم بس انا اركز مع نفسي واشتغل على نفسي، وبعد كده تغيير العالم ده هنشوفه بعدين. فلو انت بقى دي دايرة معارفك او شلة صحابك، فنصيحة لو انت فعلا عايز تتغير ابعد عنهم. ودي بالنسبة لي اهم نقطة، لان ساعات الواحد بيبقى وسط ناس مش شبهه لمجرد ان هو يبقى وسط ناس وخلاص. يعني ساعات بتبقى بتقنع نفسك المهم ان انا يبقى عندي صحاب، اصلا ممكن احتاجهم، اصل ده انا جدع، اصل انا هلاقيه مش عارفه ايه. ووقت الجد ما بتلاقيهوش ولا حاجه. يعني فاهمين؟ ساعات كده بتحط في المواقف دي تبقى اصلا مع ناس مش شبهك توتالي، وتبقى انت اصلا شايف ان هم ناس تافهه، او مش دي التوبيك اللي احنا عايزين نتكلم فيها، او دي المواضيع اللي احنا عايزين نتكلم فيها، بس بتفضل مكمل معاهم وخلاص، اصل عشان ما ابقاش لوحدي والاسم يبقى عندي صحاب. لا، الاحسن ان انت ما تبقاش عندك صحاب خالص، احسن ما تبقى مع ناس اصلا مش شبهك. يعني انت لو واحد عندك حلم عندك طموح، ما انت هتقتله بمجرد وجودك مع الناس دي. على العكس بقى، لو انت مع ناس شبهك او لوحدك، على الاقل انت بتسبورت يور سيلف. فاهمين قصدي؟ يعني انا لو مش لاقيه الناس اللي انا عايزاها في حياتي، عادي ابقى لوحدي لحد ما الاقيهم، لان دي نقطه خطيره جدا. ساعات الواحد بيبقى خايف من الوحده، بس الوحده ملهاش علاقه باللي حواليا. المهم ان انا اكون يعني اكون مليان من جوه. يعني مش معنى ان انا عندي شله صحاب كتيره جدا وحواليا ناس كتيره جدا يبقى انا كده بقى الجامد اللي مفيش مني. ولو واحد مش لاقي صحاب يبقى ده كده وحش. فاهمين؟ المهم ان انا الاقي صحاب شبهي، مش ابقى مع اي حد وخلاص، لان الناس دي بتاثر عليا جدا جدا، والعلاقات المحيطه بتاثر على الواحد جدا. فمن وجهة نظري دي اهم حاجة الواحد لازم ياخد باله منها قبل ما يدخل 2026. لو انت لسه من الناس دي اللي هو انت حواليك شوية ناس وخلاص، لا، لازم تنقي الناس دي ولازم تختارها بعناية، مش اي حد يدخل حياتك. حاول تدخل حياتك الناس اللي شبهك او اللي انت عايز فعلا تبقى شبههم. يعني عارفين انتوا لما يبقى عندك موديل كده، انا نفسي ابقى شبه ده، حاول دي تبقى الناس فعلا بتدخل حياتك، مش اي حاجة وخلاص يعني. تاني حاجه بقى نتكلم فيها، ان اللي بيقعد يقولك بقى انا بحب الارقام الفرديه، لا انا بحب الارقام الزوجيه، لا مش عارفه ايه، بلاش بقى الجو ده. لان انت اصلا لما بتؤمن بحاجه او تبقى شايف حاجه انت بتجذبها لنفسك او لحياتك. ما هو ما يبقاش بقى حد كئيب وشايف الحياه سودة وكآبه ومستني بقى الفرح يجيله. فاهمين؟ اللي هو احنا مش، يعني انت نفسك شايف، يعني شايف انك كئيب وشايف انك في مثلا بنات ايه، انا دايما نحس، انا دايما حظي فقر، انا مش عارفه ايه، انا دايما كده. طب ما هو انت بتقولي كده مستنيه يحصل ايه؟ مستنيه تلاقي دولارات بتتحدف لك من السماء؟ يعني مش فاهمه بجد. وبعدين اصلا انا عندها حسن ظن عبدي بيه، فليظن عبدي ما يشاء. يعني الواحد لازم انت لو فعلا مؤمن بحاجه معينه ومؤمن ان ربنا هيبعت لك الخير كله، ربنا فعلا هيجيبه لك. انت بقى لو شايف العكس تماما، يعني مش فاهمه بجد ايه السواد والكآبه دي، انت مستني ايه؟ فدي تاني حاجة لازم الواحد يغير وجهة نظره يعني للأحسن للأفضل، وتكون شخص متفائل. وفي فرق بين الشخص المتفائل والشخص اللي عايش في اللالا لاند، اللي هو ماشي كده وخلاص. لا، احنا طبعا لازم نكون بنحسب لها ولازم نكون بنعمل اللي علينا، بس في نفس الوقت ابقى شايفة ان ربنا قادر على كل شيء. يعني مهما كان انا حلمي ايه او عايزة ايه، فعلا ربنا هيبعتولي لو انا استحقه ولو ده فعلا خير ليا. ودي يعني دي تالت نقطة عايزة اتكلم فيها، ان انت احلم احلم واسرح بخيالك زي ما انت عايز. طالما انت حلمت بالحاجة دي او جت على بالك، يبقى انت فعلا تقدر توصل لها. دي يعني كان حد قبل كده بيتكلم في فيديوز فسمعتها فعجبتني جدا. يعني طالما ربنا خلاك تقدر تتخيل الحاجة دي او تحلم بيها، يبقى فعلا انت تقدر توصل لها. المهم ان انت لما تحلم ما تقعدش بقى تلجم حلمك او تلجم طموحك. عارفين انتوا اللي هو ايه، اطلق العنان
كده. اقعد بقى اسرح بخيالك، وبعد ما تسرح بخيالك وتشوف انت نفسك فيه او حلمك ايه، تقعد بقى تجيب كده ورقه وقلم وتشوف على ارض الواقع انت ازاي هتوصل للحلم ده او للستيب دي. عارفين اللي هو جو ايه؟ اكتب الحلم الكبير. انا مثلا عايزه اكون مليارديره، اكتب الحاجه الكبيره واقعد بقى اجزاها كده لحاجات صغنطوطه صغنطوطه صغنطوطه، اللي هو بيبي ستيب يعني، لحد ما ابدا بالبيبي ستيب لحد ما اوصل للي انا عايزاه. رابع حاجة عايزة اتكلم فيها الصبر. لازم الانسان يكون صبور ويتعلم الصبر، لان احنا حاليا بقت كل حاجة سريعة، والواحد بيبقى عايز الحاجة كده اللي هو انا عايزاها دلوقتي. طبعا السوشيال ميديا عودتنا على ده، والموبايل كل حاجة بتبقى حالا وفوري، فانت اصلا متخيل الحياة كلها كده او الدنيا كلها كده، بس ده مش صح ولا حقيقي. لما بتيجي يعني تتعرض لأرض الواقع بتلاقي لا طبعا في حاجات كتيرة جدا بتبقى محتاجة مجهود ومحتاجة صبر ومحتاجة وقت علشان فعلا اقدر اوصل لها. فلازم نحاول بقى ندخل 2026 واحنا عندنا مبدأ الصبر، ان انا اكون شخص صبور، ان انا مش كل حاجة عايزاها الاقيها حالا، لا انا لازم اقوم واجتهد واعمل اللي عليا وادعي ربنا وفي الاخر هتجيلي. جو بقى ان انا عايزاها حالا فما تجيش، يبقى بقى عندي يأس واحباط وفاهمين انتوا الصياح ده. فعايزين نتعلم حاجة زي دي. طبعا زي ما قلت قبل كده مش كل الناس بتبقى عايزه تغير من نفسها او تطور من نفسها، فلو انت بتتفرج على الفيديو ده يبقى فعلا انت يعني شخص مميز، او انتي او انت شخص مميز عايز فعلا تتطور وتتغير. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتعملوا منشن لاصحابكم، او تقولوا لنا بقى في الكومنتس انتوا فعلا عايزين تعملوا ايه. عايزين كل واحد طبعا بيبقى عنده قرارات، انا عايزه ادخل 2026 اشتغل على 1 2 3. اشتغل على نقطه معينه وشوف انت فعلا هتطور فيها ازاي وهتعمل ايه. المهم ان احنا ما ننساش، ودي خامس نقطه معانا، النسيان. لان الانسان بيبقى عايز يعمل حاجات كتيره جدا، بس لو هو ما استمرش عليها طبعا بينسى. يعني لازم الواحد كل يوم يقعد يفكر نفسه انا عايزه اعمل كذا، انا النهارده هشتغل على كذا. لان طبعا احنا ساعات بتبقى عايز تعمل حاجات معينه وتلاقي اليوم خلص وانت نسيت، ولو قعدت شويه ما تعملهاش بتلاقيها فاهمين اللي هو عارفين انتوا اللي في كده ايه، كانه درج وانا عماله احط الفايلات فايلات، فهي اتدفست في الاخر، اتحطت في الاخر خالص وانا اصلا في بقى حاجات كتيره. فلازم الواحد يشتغل على النقطه دي، انا فعلا عايزه اعمل حاجه اقعد افكر نفسي بيها كل يوم، انا عايزه اشتغل على كذا علشان نوصل لمثلا حاجة معينة، مهما كان يعني حلمك ايه، المهم ان انت تقعد تشتغل عليه. طيب عايزين بقى نتكلم في ايه تاني؟ طيب اهم حاجة بقى بالنسبة لي ان احنا برضو محتاجين ان احنا نفوكس عليها او ناخد بالنا منها، ان الواحد لازم طول الوقت يقعد يطور من نفسه او يتعلم. مفيش حد كبير ان هو يتعلم، لازم طول الوقت اشوف انا محتاجة ايه او ناقصني ايه علشان اقعد اطور من نفسي. على فكرة في كل جوانب حياتنا يعني انا دايما بشوف ان الشخص اللي شايف نفسه ان هو وصل ده اكتر حد فاشل، او ممكن يكون ايه اللي هو اتغر. انت مهما كنت عندك علم ايه ومهما كنت فين، انت محتاج تتعلم كمان ومحتاج تتعلم زيادة، ومحتاج طول الوقت تقعد تشتغل على نفسك، لان في حاجات كتيرة جدا الواحد يعني محتاج يشتغل عليها. وبعدين بقى عايزه اقول لكم على حاجه، الواحد فعلا كل ما بيقعد مثلا يعني يعرف معلومات، او سواء بقى انت في مجالك او يعني دراسه او مذاكره وكده، دايما كل ما تقعد تذاكر كل ما بتحس ان انت عارفين اللي هو ايه، نمله في بحر، بتحس ان انت اصلا مفيش بقى. يعني انا مثلا لو بقرا في حاجه او بقعد اسيرش على حاجه، بحس ان يا ده انا فايتني كتير جدا جدا. فانا دايما شايفه ان الشخص الناجح او الشخص فعلا اللي عايز يتغير طول الوقت عمال بيغير من نفسه، طول الوقت بيشتغل على نفسه، بيبقى عايز يتطور فعلا. سواء بقى كدراسة، انت بتبقى شايف نفسك ان انت طول الوقت بتقعد تتعلم. مفيش حد يعني مفيش حد عارف كل حاجة، انت طول الوقت محتاج ان انت تتعلم، محتاج ان انت تقعد تراجع، محتاج تعمل سيرش، محتاج تثبت اصلا معلومات معينة، محتاج ان انت تقعد تشتغل على نفسك. فبجد الواحد مهما كان سنه ايه، مهما كان في انهي مرحلة، محتاج ان هو طول الوقت يقعد يتعلم، طول الوقت يقعد يطور من نفسه. وزي ما طبعا قال امير الشعراء احمد شوقي، اللي هو يعني الجهل يهدم بيوت العز والكرم، والعلم يبني بيوت لا عماد لها. فانا شايفه ان احنا محتاجين نركز على ده، لان احنا برضو دلوقتي بقينا في زمن الناس مش عايزه تتعلم، مش عايزه تعمل مجهود، فلا احنا لازم نقعد نتعلم، لازم اصلا نكون بنقدس العلم، وفعلا العلم نور. فعايزين نتكلم في حاجه زي دي، وطبعا هنتكلم عنها في فيديوز يعني لوحدها. وعايزاكم برضو تقولوا لي في الكومنتس